بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن على بركة الله افتتاح أعمال مجلس الجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته 160. وبعد إذنكم سألقي كلمة المملكة المغربية في هذه الجلسة الافتتاحية. أصحاب المعالي والسعادة، السيد الأمين العام، حضرات السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أعرب لكم عن اعتزاز المملكة المغربية بترأس الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وكلنا أمل أن تتكلل أعمال دورتنا هذه بالتوفيق والنجاح من خلال حضوركم الوازن ومساهماتكم القيمة في إثراء الحوار والنقاش. هدفنا جميعا الخروج بنتائج ملموسة وتصورات عملية للدفع قدما بالعمل العربي المشترك في ظل ما يشهده العالم والمنطقة من أزمات وتوترات مسترسلة كان لها وقع خطير على مختلف الأصعدة. وأغتنم هذه المناسبة لأتقدم بخالص الشكر والتقدير لأخي معالي السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة على ما بذله من جهود قيمة طيلة رئاسته الموفقة للدورة السابقة للمجلس. كما لا يفوتني أن أنوه بالجهود المقدرة والمشكورة للأمانة العامة ولطاقمها وفي مقدمتهم معالي السيد الأمين العام. أصحاب المعالي والسعادة، مما لا شك فيه أننا متفقون على أن الوضع العربي الراهن يظل مشوبا بالهشاشة والتعقيد في ظل انتشار بؤر التوتر والأزمات، وذلك في سياق دولي تنافسي محموم. كما أن الظرفية السياسية والاقتصادية والمالية العالمية الصعبة، فضلا عن تداعيات الفجوة الغذائية وندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية التي يعتبر العالم العربي من أكثر المناطق عرضة لمخاطرها، انعكست سلبا على الظروف المعيشية للمواطن العربي. إن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وانطلاقا من إيمانها بأن مصير الأمة العربية رهين بتضافر جهود كل دولها، تظل مقتنعة بأنه لا يمكن تجاوز هذا الوضع المحفوف بالمخاطر في غياب رؤية مشتركة تستند إلى إرادة سياسية قوية والتزام فعلي بمبادئ احترام حسن الجوار والسيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية، رؤية تسعى بصدق إلى خلق فرص حقيقية للشراكة والتعاون الإقليميين وتعبئة طاقات بلداننا الخلاقة لرفع تحديات تنميتها المشتركة الشاملة. ومن هذا المنطلق فقد دعا جلالة الملك في عدة مناسبات إلى اعتماد استراتيجية قومية تضامنية تستجيب للتحديات التي تواجهها بلداننا العربية وترتكز على أولويات أهمها: أولا، خلق الأجواء المناسبة لتجاوز الخلافات البينية، وذلك عبر الوقوف على مدى تقدم العربي المشترك وتحديد عوائقه من أجل السير به قدما ببذل أقصى الجهود لتجاوز الخلافات البينية وتوطيد أسس الثقة التي بدونها لا يمكن تحقيق الأهداف المتوخاة ولا التجاوب مع طموحات شعوبنا. ثانيا، وضع القضايا السياسية جنبا إلى جنب مع الرهانات التنموية، أو بمعنى آخر المضي بتوازن مستمر في الإيلاء الاهتمام للقضايا السياسية بما تستحق من أهمية، ورفع الرهانات التنموية الكبرى وعلى رأسها المشاريع الاستثمارية وتبادل الخبرات، باعتبار ذلك ضمانة للأمن القومي العربي وجوهر انشغالات الشعوب العربية والمحك الفعلي لمصداقية العمل العربي المشترك والوسيلة المثلى لمواكبة الانخراط المتوازن في العولمة ومجتمع المعرفة والاتصال. كما أنه ينبغي التركيز على عنصر الشباب باعتباره عمادا للمستقبل ومفتاحا لتنمية مستدامة. ثالثا، الاشتغال على التكامل في إطار تكتلات إقليمية عربية منسجمة. رابعا، إدراج شركاء جدد عبر مواصلة توسيع فضاء التعاون العربي بين الحكومات ليتعزز في شراكات تنخرط فيها الفعاليات السياسية والنيابية والجماعات الترابية والمجتمع المدني والفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون وكذا النخب الفكرية والإعلامية والفنية، اعتبارا لما يتوفرون عليه من طاقات وأدوات معرفية
مواكبة لتطور العصر. خامسا، إعادة تنظيم الشراكات بين جامعة الدول العربية وتكتلات إقليمية أخرى ودول أخرى وفق منظور استراتيجي عربي يضمن التوازن بين الصيغة والمخرجات، وأيضا من خلال تثمين الفرص التي تتيحها شراكات الجامعة مع تكتلات إقليمية أخرى. إنما يزخر به عالمنا العربي من إمكانات بشرية وتنموية وموارد طبيعية استراتيجية تؤهله للإسهام وللتأثير بشكل فاعل في الساحة الدولية. ولعل انضمام أشقائنا في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية إلى تكتل بريكس ونهنئهم على هذه الخطوة الموفقة لخير دليل على الأهمية المتزايدة لبلداننا العربية داخل المنظومة الدولية. كما أن حصول كل من المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على وضع شريك حوار قطاعي لرابطة آسيان يصب في نفس الاتجاه. سادسا وأخيرا، تحديث أجهزة وآليات العمل العربي المشترك إسوة بالتكتلات الجهوية الأخرى التي جعلت من الاندماج الاقتصادي المدخل الصحيح لتحقيق الوحدة والتكامل بين أعضائها. وفي هذا السياق نرى من الضروري تحييل الآليات لتتماشى مع تطور الأولويات. أصحاب المعالي والسعادة، كانت القضية الفلسطينية وستبقى على رأس أولويات عملنا العربي المشترك، وهو التزام صادق تتبناه المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك في ظل الهجمات المتزايدة التي تتعرض لها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي ظل التأكيد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بما يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة. وفيما يخص الأوضاع التي تعرفها بعض الأقطار العربية الشقيقة والتي ما زالت تعيش أزمات سياسية وحروب ونزاعات كسوريا واليمن والسودان، فإن المملكة المغربية يحدها أمل كبير في أن تستقر الأوضاع في هذه البلدان على أساس تغليب الحوار والمبادرات السلمية بعيدا عن منطق القوة والحلول العسكرية. وعلى الخصوص نتطلع أن تكتمل فصول التسوية السياسية في ليبيا في أقرب الآجال، انطلاقا من كون المؤتمرات والمفاوضات والاجتماعات ما هي إلا وسيلة وليست غاية في حد ذاتها لحل الأزمة الليبية، فالأشقاء الليبيون وحدهم قادرون على إيصال بلدهم الشقيق إلى بر الأمان عبر تنظيم استحقاقات انتخابية سليمة وشفافة بعيدا عن التدخلات الأجنبية. أصحاب المعالي والسعادة، لا يسعني في الأخير إلا التأكيد على أن المملكة المغربية على أتم الاستعداد وبتعاون مع كافة مكونات مجلسكم الموقر وجهاز الأمانة العامة لبذل قصارى الجهود لإعطاء مضمون واقعي وملموس للعمل العربي المشترك عبر تطوير آلياته وبرامجه وإطلاق مبادرات ومشاريع منتجة في العديد من المجالات وعلى رأسها التنمية البشرية. فالله أدعو أن يلهمنا جميعا التوفيق والسداد لما فيه خير الأمة العربية ووحدتها وأمنها ورقيها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.